السلام عليكم. قال الأمن العام في المملكة العربية السعودية إن شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على 8 مواطنين ووافد من القبائل النازحة بعد تداول محتوى مرئي يتضمن اشتعال مركبة وإطلاق نار في معرض للسيارات، حيث أوضح بيان الأمن أن الحادث نتج عنه إصابة شخصين نقل إلى المستشفى. وأضاف البيان أنه بالتنسيق مع شرطة المنطقة الشرقية تم القبض على مواطن آخر، وتبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة وقعت لخلافات بينهم في الاتجار بالمخدرات. كما تابع البيان أنه جرى إيقاف المتورطين في تلك الحادثة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وتم تحديد هوية المتهمين آخرين وجاري استكمال القبض عليهم. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة حريقا في مركبة فارهة بينما يسمع إطلاق نار متواصل في المكان. وأثارت مقاطع الفيديو تلك ردود فعل واسعة بين المدونين السعوديين وسط دعوات للقبض على المتورطين قبل أن تكشف الشرطة تفاصيل الحادث. وقال الصحفي السعودي عبد الله البرقاوي إنه من بين الموقوفين أحد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يكشف عن هويته.